السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، من بعد ما أدينا الطواف وصلينا ركعتين قبالة مقام سيدنا إبراهيم وشربنا ماء زمزم، دابا غنتوجهوا للمسعى باش نأديو الركن الثالث والأخير من أركان العمرة اللي هو السعي بين الصفا والمروة. ملي كنكملوا الطواف في الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم أيضا في نفس الاتجاه، غنخليو الحجر الأسود مور ظهرنا، وبهذا الشكل وبهذه الوضعيه غتجينا الصفا على اليمين والمروه على اليسار. كنشدوا اتجاه اليمين وكنمشيو ندخلوا في التقاوس ديال المسجد وكنبقاو غاديين حتى كنلقاو الصفا والمروه. كاينين فيها جوج طبقات، سفلي وفوقي. الا كان زحام بزاف لتحت نطلعوا للفوق، وكل ذلك مسعى باذن الله باجماع العلماء. كنتجهوا في اتجاه الصفا، كتكون على اليمين ديالنا وكنبداو السعي. فاش كنحاديو الصفا كنقراو قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم نقول: نبدأ بما بدأ الله به. ويسن لنا أننا نقف على الصفا نستقبلوا القبلة، يعني نشوفوا في اتجاه الكعبة، ونقولوا واحد الذكر اللي كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كيقولوا، اللي هو: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كنكرروا هذا الذكر 3 المرات وكنهزوا يدينا للسما وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وكنمشيو في اتجاه المروة وحنا غاديين وحنا كنذكروا الله سبحانه وتعالى، وممكن نقراو القرآن كي بحال في الطواف. فاش كنوصلوا للعمود الأخضر الأول، الرجال كيسرعوا في المشي، يعني كيجريو واحد شوية، أما المرأة كتمشي عادي. ملي كنفوتوا العمود الأخضر الثاني، الرجال كيوقفوا الجري وكيمشيو عادي حتى كنوصلوا للمروة، كنوقفوا عليها وكنستقبلوا القبلة وكندعيو بداكشي اللي دينا به على الصفا. عندنا 7 ديال الأشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، حتى كنساليو 7 ديال الأشواط، ومن المفروض 7 تجينا في المروة. وإلا كان شي واحد مريض أو لا كبير السن أو لا معاق وما قدرش يسعى وهو ماشي، ممكن يسعى وهو مهزوز أو لا مدفوع على كرسي متحرك، ولا شيء عليه في ذلك لأنه عاجز عن المشي. لما كنساليو 7 الأشواط ديال السعي بين الصفا والمروة بهذه الطريقة اللي ذكرنا، كنكونوا كملنا أركان العمرة ديالنا، وكيبقى لنا آخر شيء وهو حلق أو تقصير الشعر ديالنا. بالنسبة للرجال تقصير أفضل، لأننا متمتعين بالعمرة ومازال تبعنا الحج. أما بالنسبة للنساء فمن الأفضل لهم حتى يرجعوا للفندق وياخذوا من الشعر ديالهم قيد أنملة، يعني مقدار 1 سنتيمتر. وملي كنحلقوا الشعر ديالنا أو كنقصروه كنكونوا سالينا العمرة ديالنا وكنتحلوا من الإحرام، وكتولي أي حاجة كانت محرمة علينا أثناء الإحرام حلال علينا، بحال الطيب، إزالة الشعر، تقليم الأظافر، عقد النكاح، مباشرة النساء، الجماع، قتل صيد البر، ولبس المخيط والمحيط، وتغطية الرأس بالنسبة للرجال. وفي انتظار يوم التروية اللي هو يوم 8 ديال الحجة، كنحرصوا على أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اللي الصلاة فيه كتعادل 100,000 صلاة، ونحاولوا نقوموا بطواف الإفاضة على قدر الاستطاعة ديالنا. بهذا غنساليو هذه الحلقة حتى نتلاقاو إن شاء الله يوم التروية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.